السلام عليكم. قديما قبل ظهور أدوات الغوص والسباحة المتواجدة حاليا، اعتاد الإنسان أن يغوص لأغماق بعيدة تحت سطح البحار والمحيطات من أجل الحصول على قوته اليومي له ولأسرته، معتمدا بشكل كامل على رئتيه وقدرتهما على استنشاق كمية كبيرة من الهواء والقدرة على تحمل ثاني أكسيد الكربون. تضاءلت هذه القدرة مع الوقت ومع توكل الإنسان على التكنولوجيا، لكنها لم تندثر تماما، فما زالت بعض القبائل والجماعات في أندونيسيا وماليزيا يستطيعون الغوص لمدة تصل إلى 5 دقائق دون انقطاع بحثا عن الموارد البحرية من أجل البقاء. فبالتالي بإمكانك أنت أيضا إحياء وتطوير قدرتك على الغوص مرة أخرى، ولمعرفة كيفية القيام بذلك اتبع الخطوات التالية. تحذير: حبس الأنفاس لمدة طويلة قد يؤدي لفقدان الوعي، لذلك لا تقم بهذا التمرين مباشرة في البحر. ابحث عن مكان آمن ولا تقم به أثناء تواجدك بمفردك، وإن كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الضغط أو الرئتين فتجنبه تماما. الخطوة الأولى: تنفس جيدا قبل الدخول في الماء. قبل الغوص تحت سطح المياه وأنت جالس، قم بإرخاء جسمك وتنفس بعمق وببطء لمدة 5 دقائق. سيؤدي هذا إلى تخليص رئتيك من الهواء ذي النوعية السيئة المليء بثاني أكسيد الكربون قبل أن تحاول حبس أنفاسك. الخطوة الثانية: اغطس تحت سطح الماء. خذ نفسا عميقا عن طريق الفم واغطس بنفسك تحت سطح المياه. حافظ على فمك وأنفك مغلقين بينما أنت داخل الماء. الخطوة الثالثة: قم بإخراج الهواء ببطء. عندما تحبس أنفاسك فإن الضغط الذي تشعر به على رئتيك ليس نتيجة الحاجة إلى الأكسجين، ولكنه نتيجة لتراكم ثاني أكسيد الكربون الذي يحاول جاهدا الخروج من جسدك. ولهذا عندما تبدأ رئتك في التعب، قم بإخراج الهواء ببطء شيئا فشيئا عبر أنفك. الخطوة الرابعة: حاول إيجاد طريقة لتشتيت انتباهك. إن حبس أنفسك لفترات طويلة قد يكون مؤلما، ومن الضروري عادة أن تحاول إيجاد طريقة لتشتيت انتباهك. ومن أساليب تشتيت الانتباه الشهيرة المرور على حروف الهجاء من الألف إلى الياء، والتفكير في صديق ما أو شخصية مشهورة أو شخصية تاريخية تبدأ بكل حرف من حروف الهجاء. وقد كان الساحر الشهير ديفيد بلاين الذي حقق رقما قياسيا في حبس أنفاسه تحت الماء لمدة 17 دقيقة و4 ثوان من أنصار هذا الأسلوب. الخطوة الخامسة: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها. عندما تشعر أنك بحاجة إلى بعض الهواء النقي، اصعد مباشرة إلى سطح المياه. لا تجبر نفسك على البقاء تحت الماء أكثر مما تطيق. الخطوة السادسة: لا تكرر ذلك مجددا لمدة 10 دقائق على الأقل، فهذا قد يسبب لك الدوار وصداعا شديدا. هل تعلم؟ في 28 من فبراير سنة 2016 تمكن الإسباني أليكس سيغورا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لحبس الأنفاس داخل المياه، حيث قام بحبس أنفاسه لمدة 24 دقيقة و3 ثوان. ندعو الجميع بالاشتراك في قناة عبد الله للفيديوهات الأفلام القصيرة الهادفة والمضحكة، حيث نعرض فيها مقاطع تتكلم عن الحياة الواقعية. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الاشتراك، وسوف تشاهد فيديوهات ستنال على إعجابك. ستجد رابط القناة في وصف الفيديو.